Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. عندي ça fait longtemps ما درتلكمش une فيديو. صراحة والله غير ما هاد الأوقات ما كنتش هكا ندير روتين ولا عفسة هكا على جال هكا اليوم قررت ندير لكم فيديو الشيء اللي انا نديرو توجور، يعني في العاده انه ما فندير لكم روتينات موتيفاسيون ايتو. مي والله الله غالب في هاد العطله ما كنتش ندير حتى حاجه في يومي، ولكن قررت هكا نعاود ندير لكم روتين مغير شوي. نجربوا الطبخ مانيش شاطره في الطبخ، ولكن يعني شويه باش نبدلو شوي في المود. وعندي شحال ما درتكمش ان فيديو على بالي دائما نغيب عليكم. اجست نبيب لكم فيديو زوج نعاود نغيب. لا غالب ان شاء الله نولي لكم بقوه ان شاء الله باذن الله. في كل مره نوعدكم على بالي جوست على بالكم اشغالات قرايه ايتو. بعد تجي العطله الواحد يكون عيان اصلا. على بالكم في العطله تاع الصيف واحد ما يدير حتى حاجه. مي هكا على جال هكا قررت انه ندير لكم فيديو عشي اللي انا نديرو هكا نديرو كنوع من التغيير، كنوع من الروتينات الصيفيه اللي مولفين نديروهم عادي. هو ماشي توجور ندير هذا الروتين، مي دي فوا هكا يكون الروتين تاعي. هنا من الصباح بديت راح ندير لهم شاورما في الدار. هنا بديت نقطع في الدجاج. حبيت هكا يعني نشارك معكم هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. وكتبوا لي اذا نتوما ثاني تحبوا هذه الروتينات تاع يعني لي فلوق تاع طبخ تاع نيطواياج جيتو. اذا تحبوهم صراحه انا نحب نتفرجهم ساعات طبخ شويه. مي يقولوا لي اذا تحبوا ندير لكم هكا كي ندير عفسه ولا نصور لكم عادي اتس اوكي. توحشتكم بزاف على بالي بلي نتوما ثاني توحشتوني. صراحه ان شاء الله برك من الجاي ما نغيبش عليكم. اكتبوا لي في لي كومونتير لي فيديو اللي راكم حابين نديرها لكم ولا اي حاجه يعني حابين نبارطاجيها معكم. وهنا نخليكم مع الوصفه تاع الشاورما. هذه الوصفه تقريبا من ام وليد ومغيره فيها شويه، يعني مني حصره وانا ندير فيها. وهنا بديت ندير في التوابل. نقول لكم ملح، ثوم بودر، هذا كركم، فلفل كحل. فلفل كحل نديرو في كلش. وهنا فلفل احمر، ودرت شويه خردل. وهنا حركت. ودوك بشويه راح نزيد الخل نحركه، بعد نخليه في الفريجيدير لما بنوجد الحوايج الاخرين، ومن بعد نجبدوه. هي من الافضل توجدوه قبل بيوم، مي انا ما كاش على بالي بلي راح ندير على جال هكا ما وجدش قبل بيوم. هي الافضل ديرو دي فوا. كنت انا ندير له ياغورت ناتور ثاني يجي مليح ويجي هكاك شغل جوسي، ما يجيش ناشف. مي هنا ما كانش عندي، اسمها درت الاشياء اللي كاينه في الدار.
وهنا راح ندير مايونيز باش يكون مايونيز تاع الدار. بس راح ندير ماسيدوان. الوصفه تاع ام وليد درت 250 مليلتر زيت وملح وملعقه صغيره خردل، ملعقه كبيره خل وبيضه، وراح نميكسوهم بالباتر. صراحه هذه الوصفه بزاف مليحه ناجحه يعني، ويجي مايونيز طبيعي. وهنا رحت على نار شوي هاديه، ماشي قويه ومش مرخوفه بزاف. درت شوي زيت ومن بعد شوي زبده. صراحه الزيت مع الزبده يجي بزاف هايل. وهنا قليت البصله. هنا شوفي ما درتلهم شاورما، درتلهم بصله وشوي دجاج. درنا بهدلوني عليها بس درت بزاف البصله، انا نموت على البصله وما نحبش الدجاج بزاف. مي هما نو، هما قالوا لي ديري شوي بصله، انا رحت درت بصله زدت فيهم شوي دجاج. معليش anyway نتوما دير كيما تحبوا. وهنا هذا روز باش ندير ماسيدوان. هنا راه يغلي، خليته يغلي ومازال ما طابش. هنا جست قاعده نحرك فيه برك. وبعد ما تذبل لي البصله شويه انا زدت الدجاج. صراحه هذه الطريقه نعتمدها بزاف، هكذا توجو ندير. كاين يحطوا الدجاج ومن بعد يحطوا البصله، انا نحب نحط البصله. كي تبدا تذبل البصله نزيد معاها الدجاج بزاف. شوفوا انا حاطه بزاف بصله نبهدل وشوي دجاج. مي فريمون صراحه ذوق يعني شوي جا بصله شكشوكه تاع بصله. مي فريمون انا نحب البصله ونحب بزاف نحط بزاف البصله في الماكله. اي حاجه ندير لها البصله. اذا نتوما تحبوا الدجاج حطوا شويه بصله ودجاج. وهنا بيان سور كانوا معا تاع الصباح. شوفوا كي تطبخوا وديروا مع انا بزاف ندير مواعن نيتو اسما لازم نغسلوهم ما نخلوهمش كامل حتى الغدا. وانا مواعن تاع الصباح بيان سور كيما انا نوضو بكري اسما شغل نسبق في الغدا ومن بعد نغسل المواعن. ماشي توجور نغسل المواعن، مي هنا ماما كانت مشغوله ولا جو سي با يعني فيديو عندي شحال ملي صورته كنت دايرت له مونتاج ولا ما كانش في الدار. في العاده ماما اللي تغسل المواعن تاع الصباح، حنا نديرو شغل واحد اخر. مي هنا كانوا بليجي عليا نغسل المواعن تاع الصباح. اكثر فقره نكرهها في حياتي وعلى بالي كامل البنات يكرهوها سي غسيل المواعن. انا والله ما ما نحبش نغسل المواعن. مي معليش سوتو كي ديروا بزاف ماكله ايتو تخسروا. يعني انا من النوع اللي بزاف نحط المواعن، يعني اي حاجه اي كون ندير بزاف المواعن اسمع لازم نغسلوهم. سو كنت نخلوهم حتى الغداء ياس. شوفوا هنا كي بدا يقريب يطيب الدجاج انا زدت طماطم. شوفوا ثاني حتى راني طماطم حاطه بزاف، عندي عشق حاجه اسمها بصله وطماطم. وهنا شوفوا هنا راح ندير الماسيدوان عفوا. هنا كنت فورت البطاطا والزروديه. اول مره نديروها بالبطاطا والزروديه، بالعاده نديرو كاشير مايز ايتو. هاد المره حبيت نديرها هكا، اصلا ما كانش عندي يعني الحوايج. ودرت المايونيز. وهنا شوفوا الشكل النهائي جات تقتل. وهنا درنا فريت بيان سور وجات هايله هايله. شهيتكم في الجنه. باي باي.